شكل الأهلي مع مارسيل كولر في آخر مبارياته وهو واقف على الخط كان سيء. بالك بقى لو كولر مش موجود أصلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم وحلقة جديدة والكورة مع ديشا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حاجات كتير، صفقات قربت تنتهي هيتم الاعلان عنها بنسبة كبيرة جدا النهاردة باذن الله، غياب مارسيل كولر ورحيل بيرسي تاو. فلو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل واشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، عايزين نوصله لاكبر عدد ممكن من اللايكات. اول موضوع معانا النهارده باذن الله، الاهلي عنده مباراة في 4 عصرا مع سموحة. المباراة دي الأهلي لو كسبها يبقى بيتصدر جدول الترتيب على المباريات، على عدد المباريات، اللي هو لما كل الفرقة تبقى لعبة 7 مباريات الأهلي هيبقى معاه 15 بونت من 7 مباريات. طبعا الأهلي يعني ايه، كان فارق مباراة عنهم، ليه مباراة متأخرة. كل الفرق لعبة 7 مباريات ولكن الأهلي لاعب 6 مباريات فقط، حصل من خلالهم على 12 بونت. فانت بتتكلم ان الاهلي باذن الله لما يكسب او يتغلب على سموحه يحصد 3 نقاط، يبقى معاه 15 بونت من 7 مباريات، يبقى فارق عن الزمالك في عدد النقاط بفرق بونت واحد في عدد المباريات. يعني لما كل فرقه تبقى لعبه 7 مباريات الاهلي او الزمالك يبقى الاهلي متفوق 15 بونت، الزمالك معاه 14 بونت. طبعا الكوتش مارسيل كولر ما حضرش التمرين الرئيسي، اخر تمرين للنادي الاهلي استعدادا لمباراه سموحه اليوم، علشان خاطر جاله يعني ايه وعكه صحيه، حصل له يعني زي نزله برد في المعده كده، او حصل له حاجه في معدته، فبالتالي انسحب من التمرين وما قدرش ان هو يحضر التمرين الرئيسي، المران الرئيسي بتاع النادي الاهلي لمواجهه النهارده، علشان بيتم الاعلان ان اللي هيدير المباراه فنيا من على الخطوط كابتن سامي قمصان. طيب دلوقتي الفتره الاخيره كلنا شفنا مارسيل كولر وهو كان واقف يعني ايه، كان بيتعصب كتير، كان بيتكلم على الاخطاء التحكيميه، كان بينفعل على اللعيبه، كل ده وهو موجود، وكان اداء الاهلي زي الفل يعني تمام، زي ما كنا شايفين وكنا مستعجبين من قراراته الفنيه. طيب شكل الاهلي هيبقى عامل ازاي النهارده قدام سموحه من غير وجود مارسيل كولر؟ للعلم مارسيل كولر لو حس بتحسن، علشان الناس رابطه بين اللي حصل مع بيتسو موسيماني قبل ما يرحل، برضه طلع بيان كده ان هو حس بنزله برد ووعكه صحيه ومش هيحضر التمرين ومش هيحضر المباراه، وفوجئنا بعد كده ان هو خلاص بلغ المسؤولين داخل النادي الاهلي ان هو هيسيب الفرقه وهيتكل على الله. بس الناس اللي رابطه الكلام ده بموقف مارسيل كولر دلوقتي، احب اقول لك ان مارسيل كولر حرفيا تعبان، يعني فعلا هو مش يعني مدعي التعب او مدعي المرض علشان خاطر في بينه وبين الاداره حاجه، ولكن هو مريض، عنده نزله معويه في معدته، عنده نزله برد في معدته، علشان كده هيغيب عن مباراه الاهلي قدام سموحه. نتمنى باذن الله الفوز للنادي الاهلي ونحقق نتيجه ايجابيه علشان نرجع تاني نتصدر الدوري. تاني موضوع معايا النهارده رحيل بيرسي تاو. خلاص خلال الساعات الماضيه بيرسي تاو هو كمان ما حضرش المران الاخير بتاع النادي الاهلي، وبلغ وكيله اللي هو احمد يحيى ان هو مش هيقدر يحضر المران علشان خاطر ايه، هيشتري بقى شويه طلبات، يبدا يخلص مفاوضاته مع الفريق اللي هو رايحه قطر القطري، وخلاص بينتهي مشوار بيرسي تاو مع النادي الاهلي. ده بالمناسبه كمان عمل الغاء متابعه لبعض اللعيبه على برنامج احدى برامج السوشيال ميديا، يعني عمل لهم الغاء متابعه وكانهم بيقولوا انا ما صدقت ان انا خلصت منكم، ولكن في الحقيقه احنا اللي خلصنا منك. يعني في فترتك الاخيره انت ما كنتش احسن حاجه، وكويس فضيت مكان لاجنبي اخر لمسيره، واحد يبدا مسيره احترافيه اخرى مع النادي الاهلي. فبالتوفيق يا تاو، وان شاء الله ما نجيلكش في حاجه وحشه، ما نشوفكش في حاجه وحشه تاني خالص، يعني ربنا يعينك ويوفقك ونشوف هنعمل ايه من بعدك. انت كده بتتكلم ان النهارده القايمه اللي هتلعب قدام سموحه اصلا ما فيهاش غير وينج واحد اللي هو حسين الشحات. هل بقى كابتن سامي قمصان يعني هيدير المباراة من دماغه، ولا مارسيل كولر هينبهه؟ طب هيلعب 4-3-3 ولا في عدم وجود وينج تاني هيلعب برضه كريم الدبيس، ولا هيلعب 4-4-2 يبقى أسامة أبو علي وحسين الشحات هم اللي قدامه ووراهم بقى ايه مجموعة من اللاعبين؟ يعني ده اللي احنا هنشوفه النهارده في مباراة سموحة الساعة 4 العصر ان شاء الله. ولكن يعني القصة اكيد ان بيرسي تاو يرحل عن صفوف النادي الاهلي رسميا. طيب ده بالنسبة للراحلين. في صفقات جايين امتى؟ احتمال كبير بنسبة 99% بعد مباراة سموحة يتم الاعلان عن صفقة جديدة داخل جدران
النادي الاهلي. مين؟ ايفرتون دا سيلفا. طبعا انا طلعت وقلت لك، ويعني ناس كتيره طلعت وقالت ان ايفرتون دا سيلفا المفاوضات هو اللي جمد المفاوضات من ناحيته، ولكن كابتن محمود الخطيب تواصل مع اداره النادي اللي بيلعب فيه ايفرتون دا سيلفا، وكان بعض الوكلاء بلغوا بموضوع الشرط الجزائي اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو $1,200,000 اللي موجودين في عقد اللاعب مع النادي بتاعه، علشان خاطر لو حد دفع او هو لو حب يسيب النادي بيدفع الشرط الجزائي. فالنادي الاهلي قرر ان هو يفعل بند الشرط الجزائي ده، وتواصل مع اللاعب، وبالفعل تواصل مع النادي وبعت ميل او بعت رسالة، يعني ان احنا بنطالب بتفعيل الشرط الجزائي، بنطلب البطاقة الدولية بتاعت اللاعب، وطبعا احنا هنعرف اللاعب، بس انتوا النادي اللي هو بيلعب فيه هتخبروا اللاعب اللي احنا عايزينه، وهندفع الشرط الجزائي، وهينضم اللاعب يبقى رسمي في صفوف النادي الاهلي. الراتب بتاعه من حوالي 700,000 ل1,000,000 دولار، ولكن الاغلب 700,000 دولار، علشان خاطر ايفرتون دا سيلفا يوافق بالفعل. والنهارده باذن الله بنسبه 99%، يعني مش اكيد 100%، لان مفيش حاجه بتبقى الواحد ضامن حدوثها 100%، يعني ايفرتون دا سيلفا هيتم الاعلان عن الصفقه بتاعته بعد مباراه سموحه. يعني الاهلي لو خسر النهارده تاكد 1,000,000% ان الصفقه دي هيتم الاعلان عنها النهارده. تمام. لو الاهلي كسب باذن الله برضو يتم الاعلان عنها، فايفرتون دا سيلفا بنسبه 99% يقترب من صفوف النادي الاهلي خلاص. يعني هو تقريبا عمل كل حاجه، ولكن هيجي عشان يتم ويتوقع عليه الكشف الطبي، لان هو كده اللاعب ما فيهوش حاجه. تمام. بس طبعا انت عارف الاجراءات اللي بتتم لما يجي لاعب ينتقل الى نادي اخر، لازم بيجرى شويه فحوصات طبيه، كشف طبي، الكلام ده كله بيطمنوا عليه، بيطمنوا على الرئه، القلب، العضلات، عنده اصابات مزمنه وهكذا، عشان خاطر يتم الاعلان بشكل رسمي عن الصفقه. فباذن الله النهارده يتم الاعلان عن صفقه ايفرتون دا سيلفا. ده بالنسبه للصفقات. في صفقات تانية. مين؟ كليتشي اللاعب هو اللي موقف الصفقه لحد الان. خلاص النادي الاهلي اتفق مع ناديه على قيمه الصفقه، الله اعلم لسه مش اكيد اعاره ولا بيع نهائي، بس الاهلي اتفق مع النادي بتاعه على قيمه الصفقه. فاضل الراتب بتاع اللاعب ده اللي عليه كلام. النادي الاهلي دلوقتي بيتفاوض مع اللاعب علشان الفلوس، الراتب بتاعه. طب انت اللاعب كان بيتكلم في اول ما اتكلم في 3 مليون يورو تقريبا او 3 مليون دولار، فانت دلوقتي بتتكلم رقم كبير جدا على النادي الاهلي ان هو يدي اللاعب 3 مليون دولار في الموسم الواحد. طب انا دلوقتي اجي اتكلم في ايه؟ نزل بعض الوكلاء اتدخلوا في الموضوع، وكيل اعمال كولر اتدخل في الموضوع وقدر ان هو ينزل ل 2 مليون، ولكن في كلام تاني، يعني ممكن يخلص على 1,600,000 1,700,000. طيب هتجيبوا اعاره ولا هتجيبوا بيع؟ الله اعلم، ده اللي لسه ما اتخذش فيه قرار نهائي يعني، ولكن هيبان. يبقى اللاعب دلوقتي هو اللي موقف الصفقه، رغبه اللعب في النادي الاهلي، ولكن يعني ايه؟ بفلوس ماديه كبيره. طيب ماشي، انت هتيجي وهتلعب معانا كاس العالم؟ قال لك مفيش منه الكلام ده، انا مش هاكل كاس العالم، انا بلعب كوره وباخد قدامها مقابل مادي، انا جاي اجيب اجوان، مش جاي انا العب في كاس العالم والكلام ده كله. انا جاي عارف ان انا هلعب في كاس العالم مع النادي الاهلي وكل حاجه، ولكن يعني ايه بالبلدي كده، ده اكل عيشي. يعني ده اكل عيشي، انا مش هاكل عيالي البطوله اللي انا رايح العب فيها اللي هي كاس العالم للانديه. علشان نشوف كاليتشي هو اللي هيبقى موجود صفقه تانية اجنبيه في النادي الاهلي ولا لا، القرار في ايد اللاعب، ولكن الاداره يعني ايه بتضغط على اللاعب علشان يتنازل شويه عن المقابل المادي الضخم اللي هو عايزه، علشان خاطر ينضم لصفوف القلعه الحمراء. اخر موضوع معانا بقى اللاعب المصري عمر مرموش. طبعا كلنا شفنا توهج عمر مرموش الموسم الحالي مع فرانكفورت الالماني، علشان خاطر انديه اوروبا، عمالقة أوروبا يبدأوا إن هم يتكلموا على عمر مرموش عشان عايزينه. أرسنال، ليفربول، آخرهم مانشستر سيتي، وكان في فرق تانية كتير، ولكن عمر مرموش رفض كل العروض اللي اتقدمت له باستثناء عرض واحد، وهو مانشستر سيتي اللي أكتر من صحيفة مشهورة، صحيفة عالمية، صحيفة موثوق منها، أكدت إن عمر مرموش يريد الانتقال لمانشستر سيتي. ومانشستر سيتي فعلا بالفعل قدم عرض لفرانكفورت الألماني ب50 مليون يورو علشان خاطر يتم التعاقد مع عمر مرموش من بداية الموسم القادم لحد 5 سنوات، عقد ممتد لحد 5 سنوات. عمر مرموش اللي أدى ترحيبه جدا بالعرض ورفض كل العروض الباقية، وفضل عرض مانشستر سيتي لأنه عايز وحابب جوارديولا،
وبيتمنى ان هو يتمرن تحت جوارديولا. يا رب التوفيق لعمر مرموش، ونشوف فرعون مصري جديد متألق في الدوري الانجليزي وتحت قيادة واحد من امتع وامهر واحسن المديرين الفنيين في تاريخ كرة القدم. بيب جوارديولا حرفيا هيخلي من عمر مرموش نسخة استثنائية عن النسخة اللي هو فيها. بيب جوارديولا اللعيبة اللي بتبقى تحتيه، الراجل ده حرفيا يا جماعة عنده فكر كروي، يعني مش انا اللي هشكر فيه ومش انا اللي هتكلم عنه، كلنا شفنا بغض النظر عن شكل او مستوى مانشستر سيتي الفترة الأخيرة، ولكن كلنا عارفين ان بيب جوارديولا يعني مدرب ذو عقلية فذة في كرة القدم، هيخلي من عمر مرموش وهيطور عمر مرموش درجة احنا مش هنتخيلها. فبالتوفيق لعمر مرموش، ويا رب الصفقة تتم على خير، ونشوف في الصيف اللي جاي ان شاء الله عمر مرموش لاعب في الدوري الانجليزي مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي. اخواتي وحبايبي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقه تكون عجبتك. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه مشتركش في القناه انزل دلوقتي واشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفك في حلقات تانية كتير. سلام عليكم.